المنظومه الفاسده دي ليها عوامل بتقول انها فاسده. الراجل اللي اسمه كان رينج ده ولا اسمه ايه؟ كلاتنبرج. رينج ده لاحظ لما جه كان محترم تمام. وكان ماتشين تقريبا كده قال لا الاهلي ملوش حق في دي وملوش حق في دي. شوبير مسح بكرامته الارض. ده تاني بقى يطلع يقول لك ايه الراجل ده جاي ليه؟ دولارات وعايز ايه؟ مين الراجل دوت؟ فاكرينه ولا مش فاكرين؟ تصدق انا ما كنتش متابع يا استاذ مشار يعني. انا متابع يعني فعلا اللي هو الدوري السنه اللي فاتت في اخر الدوري بتاع السنه اللي فاتت يقول لك مسح بكرامته الارض. تمام. كل البلطجه بدا. فالراجل انت عارف في ناس بعض الاجانب بيجوا محترمين وبعدين ايه حد يفهمهم كده المصريين يقول له ايه الاتجاه ماشي ازاي؟ انت عايز تعيشك تاخد 40,000 دولار وبتسكر في الماريوت عايز تودي نفسك في داهيه يا عم خلص. بقول لك ايه صياحكوا طرب. نازل الخبر بتاع اسامه نبيل تمام. طب هل ينفع وانه اتخانق مع بريرا في الماتش هناك في البتاع؟ الكلام كله كذب يالا ويب يالا. وزي ما قلت لك قبل كده انت حته مبلط. انت مبلط. انت مين قال لك انك انت اعلامي وتتعمل لك قناه وتتعمل لك برنامج؟ انت مين؟ لم يحدث. حصل بالظبط انه اسامه حاسس انه لازم يكون ليه دور. كلامي واضح ان فريرا راجل شخصي. في مدربين بيسمحوا في مدربين يا خالد ما بيسمحوش. هو في النهايه المدير الفني هو اللي بيقود يعني في النهايه يا باشا هو اللي بيتسأله دي اخر الموسم. بالظبط تمام. صح غلط دي مش مشكلتي انا. هو شايف انه اسامه ما يقومش يمين على الدكه. هو شايف كده. ولم يحدث خناق. النهارده فوجئ باسامه جاي بيبوس ويحضنه بيقول له انا جاي لي فرصه في مكان تاني. وكلمني اسامه كان لاعب محترم ومدرب محترم والولد ابنه محترم وزوجته ست محترمه تمام. وادى دوره على اكمل وجه. نقول له متشكرين ولا نيجي نعمل هيجان قبل الماتش بيوم يا مهيب انت والعيال اللي معاك؟ لا نعمل هيجان ونبهدل الدنيا الماتش الداخلي ان شاء الله تتغلبوا النهارده.